السلام عليكم اصدقائي. كيف العاده اسود ولبؤات الاطلس محيحين اليوم. لبؤات تتوجوا بالكاس شمال افريقيا بعد ما تغلبوا على مصر ب2-0. اسود ربحوا جزر القمر بثلاثيه. اذا خلينا نشوفوا الاهداف المسجله وما تنساوش متابعه وتفاعلوا معايا وشكرا. السوداء ويقابلوا بالطبيعه المنتخب المغربي المتصدر المجموعه الثانيه بالاقمصه الحمراء والتبابين الخضراء، وانطلاقه المباراه بامتلاك مغربي. كره للمنتخب المغربي. الحقيقه زوز منتخبات بالعلامه الكامله ب6 نقاط. نذكر في الجوله الاولى المغرب فاز على الجزائر 4-1، مصر فاز على تونس 1-0. الجوله الثانيه المنتخب المغربي معفى. قبل هذا فما كوره فرصه للمنتخب المغربي، وجد الهدف الاول للمنتخب المغربي. ممتاز، هدف رائع جميل بامضاء المهاجمه كينا الكومير صاحبه الثلاثيه في المباراه الفارطه امام الاردن. شوف الهدف، شوف التمريره، التوزيع، رفع كوره. الحقيقه هدف مبكر في الثواني الاولى، في الدقيقه الاولى تعمل الترويض بالساق اليمنى والتسديد في الدقيقه الاولى. منذ انطلاقه الدوره الترشيحات صبت للمنتخب المصري المغربي. هذه كوره والهدف الثاني. الهدف الثاني للمنتخب المغربي على ما يبدو سكينة مديوني. بالفعل كانت توزيعة عرضية من الجهة اليسرى، وسكينة مديوني تسكن الكرة في الشباك في 7 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. توزيعة كانت ممتازة. هذه الإعادة دينا حناش توزع، وسكينة مديوني بالفعل هي التي سجلت حاملة قبيل. الصور التذكارية، أجواء كبيرة من مركب باردو. سهام بوحوش تتجه رويدا لبقية اللاعبات. سهام بوحوش، والمبروك للمنتخب المغربي رسميا بطل دورة اتحاد شمال افريقيا. طارق السكتاوي 48 سنة لشقيقه عبد الدين بركنية كالمعتاد، وصمت نار يلعب على طول الكرة العالية رأسية. يا ولد سفيان بوفيتيني ركنية أولى المغرب. لا تريد أي مفاجآت، بل تريد المنطق في هذه البطولة. ومنتخب المغرب وصول أطلس أمامنا بأول ركلة ركنية، وصمت نار عملها حلوة قوي. ارتقاء من سفيان بوفيتيني، لاعب اللي ارتقى في هذه اللقطة لاعب نادي الوصل الإماراتي، يضع هذه الكرة الرأسية. بطولة لها قيمة كبيرة. مرة ثانية الكرة العالية